السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا الكيك اليومي. هاد المرة غادي نحضروه بعصير البرتقال المنعش، واللي هاد الوقيته ديال الليمون بامتياز. غادي نحضروه مكونات بسيطة ومتناول الجميع ان شاء الله. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو في البداية 4 ديال البيضات على حسب المول. انا عندي مول كبير شويه، غنحتاج فيه 4 ديال البيضات بحراره ديال المطبخ. غنستعمل العجانه، ممكن تستعملوا الباتور او طحانه المونينكس. غنضيف 4 ديال البيض، غنضيف معاهم سنيده تقريبا كاس ونص، العبار بكاس د العنبه. اللي بغى يزيد الحلاوه له الاختيار، ممكن تضيفوا 2 كيسان، انا ضفت غير كاس ونص فقط كيجي ممتاز. وغادي نضيف معاهم معلقه ديال العسل او معلقه ديال الكونفيتور حسب المتوفر. من الاحسن يكون العسل حيت كيحافظ على الطراوه ديال الكيك شحال ما بقى عندنا في الثلاجه. غادي نطحنوا هاد العناصر مع بعض بالفوي حتى يتجانسوا مزيان، ومن بعد نضيفوا المكونات الاخرى. كنضيفوا كاس ديال الزيت، زيت نباتيه. العبار دائما بكاس العنبه. غنضيفوه غير بشويه خيط رقيق على الخليط. كنضيف ايضا قشره ديال الليمونه محكوكه، ليمونه كبيره، وغنضيف العصير ديالها ايضا كيعطينا كاس مع مرش عصير ديال الليمون او البرتقال. بالنسبه للدقيق غادي نستعملوا بطبيعه الحال الدقيق الخاص بالحلويات. انا غنعبر بنفس الكاس اللي عبرنا به الزيت والليمون. غنضيف الاول 3 ديال الكؤوس ونخلطوا، وإلا كان خصنا كنزيدوا كاس الرابع. استعملنا في الخليط 4 ديال الكؤوس ديال الدقيق العبار بكاس العنبه. عينكم ميزانكم. كيبان لكم الخليط القوام ديالو ثقل واحد شويه، يعني ما هو خفيف بزاف ما هو ثقيل بزاف، متوسط. غادي نضيف 2 خمارات.
نقول القوام ديال الخليط. كناخذوا المول كندهنوه بالزبده ونرشوه بالدقيق وكنضيفوا الكيك ديالنا. كنسخنوا الفران من قبل، انا عندي فران غازي سخنته من قبل. ملي كندخلوا الكيك الفران كنقصوا العافيه حتى الاخير وكنخليو الكيك يطيب تقريبا 45 دقيقه. الكيك من بعد ما خرجناه من الفران وباقي سخون غادي نحركوه من الطاوه باش تسهل علينا نزولوا الكيك من الطاوه، وغادي نخليوه يبرد تماما عاد نزينوه. انا هنا غادي نزينو بكريمه او الكاناش ديال الشوكولات، ولكم الاختيار دائما في التزيين. كيف ما كتلاحظوا تبارك الله الكيك طالعه مزيان والقوام ديالها جيد، كتجي خفيفه بزاف. كنخليوها تبرد مزيان عاد كنزينوها باي حاجه بغيتو. الكيك زينتها بكاناش ديال الشوكولا اللي هو عباره عن شوكولات اسود مع الكريم شونتيي، وزينتها بحبيبات الشوكولاته الملونه. نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم وبصحه والراحه.